عمرك حسيت بألم في كوعك؟ ألم مفاجئ صنفه ساعات بسيط بس مزعج لدرجة إن أنت ما تقدرش تمسك كوباية المية عشان تشربها؟ ده لو حصل لك يبقى دي واحدة من أشهر إصابات الكوع، ده بيسموها التنس إلبو لأنها مشهورة بين لعيبة التنس. الألم اللي ممكن يمنعك من ممارسة أعمالك، أو لو بتمارس رياضة زي التنس ممكن يمنعك من ممارستها. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن أسباب الإصابة دي وإزاي نعالجها وإزاي نمنعها. في الفيديو ده هنوفر عليك وقت في اللف على الدكاترة وهنوفر عليك وقت في العلاج. تابعنا عشان نحل واحدة من أكبر مشكلات الكوع، وتر العضلات البسيطة لمفصل الرسغ أو التنس إلبو. ده وتر واحد بيطلع من الجزء الخارجي لمفصل الكوع، بيطلع منه حوالي 4 عضلات. الوتر ده هو مش بيحصل فيه التهاب، هو بيحصل فيه تلف. الوتر مش بيلتهب، الوتر بيحصل فيه تلف. يعني الوتر بيتليف، الوتر بيحصل فيه زيادة في الأوعية الدموية. الوتر ده لما بيحصل فيه مشاكل بيحصل عند ناس معينة بزيادة شوية، اللي هم مين؟ الناس اللي بتدخن، الناس الأوبيز، الناس التخان، من سن 35 ل 45 سنة. الأهم من كده بقى، لقوا في بعض الدراسات إن الناس اللي بتشتغل بإيديها أكتر من ساعتين، زي مين يعني؟ زي مثلا اللي ماسك شاكوش طول اليوم عمال يدق بيه، أو الست اللي عمالة تعصر هدوم وغسيل لمدة ساعتين 3، أو الست اللي ماسكة سكينة وعمالة تقطع، مثلا شغالة في مطبخ، أو واحد شغال في مطبخ عمال يقطع بسكينة، اللي قاعد بيلعب تنس، اللي قاعد على كمبيوتر وماسك الماوس والكيبورد عمال يكتب أكتر من 8 ساعات. الناس دي اللي بيحصل لها الموضوع ده، اللي بيعمل حركات متكررة لأكتر من ساعتين. طيب بس لا، الناس اللي بتشيل أوزان فوق ال20 كيلو، زي مين؟ أكيد بتوع الجيم. في الجيم أنت بتشيل أوزان 10 20 30 وهكذا. أو واحد مثلا شايل شنطة تقيلة فجأة، ممكن يحصل له الكلام ده. هم دول الفئة اللي ممكن يصيبها موضوع التنس إلبو. طيب في حاجات تقول إن الحالة بتاعتهم دي ممكن تكون سيئة جدا. زي إيه؟ واحد بيشتغل بيشيل حاجات تقيلة معظم الوقت، والإصابة تجيله في الإيد اللي بيشتغل بيها. وواحد كمان ممكن، ودي بقى ترجعنا للفيديو القديم بتاعنا، واحد عنده مشاكل في رقبته، سواء بقى عنده عصب مضغوط أو ما عندوش عصب مضغوط. ماشي، دي واحدة من الحاجات اللي تقول لي إن المشكلة دي هتطول وهتبقى مشكلة سيئة جدا. يبقى واحد أعماله كلها شيل تقيل، وللأسف شديد تجيله في الإيد اللي بيشتغل بيها، وعنده مشاكل في الرقبة، ده يقول لي إن حالته هتبقى سيئة جدا. طيب احنا كده عرفنا مين الناس اللي هيجيلهم المشكلة دي. طيب ازاي بقى ايه نمنعها وازاي نعالجها؟ علاج تلف وتر العضلات البسيطة. قبل ما نفكر في العلاج تعال نسأل نفسنا سؤال: هل المشكلة في ايدك ولا المشكلة في كوعك؟ هل المشكلة في استعمال الايد ولا في استعمال الكوع؟ المشكلة للأسف في استعمال الايد اللي انت بتستعملها كل وقت في كل حياتك. طيب نفسر الكلام اكتر. لما تفضل ماسك الموبايل لفترة طويلة وتاني كوعك، ده ممكن يسبب لك ألم في الكوع. لما تيجي تشيل حاجة تقيلة فوق ال20 كيلو وتشيلها فجأة وتمشي بيها فترات بسيطة، ده ممكن يسبب لك ألم في الكوع. يعني القصة مش مرتبطة بإن أنت بتشيل في إيدك إيه، مرتبطة كمان بعامل الوقت. كل ما كان الوزن خفيف وتطول في استعماله كل ما يأذي كوعك. كل ما يكون الوزن تقيل وتقلل في استعماله برضو ايه، ده يسبب لك ألم في كوعك. يبقى احنا كده عرفنا ان انت استعمال الايد هي المشكلة الاساسية.
في حاجه استعملها تحجم الشد على الوتر ده؟ اه، في مشد بيتعمل، وانا في رايي الشخصي ان المشد ده اهم حاجه في الموضوع، لان هو ده اللي هيساعدني، لان في ناس بتشتغل بايديها ومش هتبطل تشتغل بايديها. فالمشد ده من الحاجات اللي بتخف الشد على الوتر، وبالتالي بتخف التلف، وبالتالي بتخف الالم اللي انا بحس بيه. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انت هتلبس المشد ده بلاستيك كوتشي، تمام، اللي هو ايه، اقدر ان انا اضيقه او اخففه على حسب الحمل اللي انا هشيله. بمعنى انا لو شلت حاجه تقيله هشده قوي، طب لو شايل حاجه خفيفه او وسط هشده وسط، او حاجه خفيفه. طب انا مش هستعمل ايدي خالص، اقلعه. طيب هحطه ازاي؟ مش بتحطه على مكان القلم، ودي غلطه ناس كتير. الناس ساعات بتحطه على مكان القلم فالقلم بتاعها بيزيد بزياده. حضرتك انت بتحط صابع على مكان القلم، الصابع اللي جنبه، وبعدين بتحط ايه؟ بتحط المشد وتشده على حسب انت هتشيل ايه. طيب انا ظبطت المشد بتاعي. طب انا بقى لما اجي هشيل حاجه تقيله وانا شايل المشد بتاعي، لازم كوع حضرتك بيبقى متني شويه وانت ماشي، عشان الحمل بدل ما يجي على كوعك هيجي من كتفك، يعني كتفك هو اللي هيشيل الحمل بتاع الوزن ده، وبالتالي بحاول اطلع الكوع بره اللعبه شويه. طيب كده انا عملت ايه؟ كده انا حاولت اخفف الشد على الوتر بتاعي. طيب تعالى بقى ايه، نحط العلاج. احنا كده عملنا القاعده، حطينا الاساس بتاعنا. طيب هتاخد علاج دوائي، مسكنات، اي حاجه تخف الالتهاب، تمام، ما نفعش بتخش على العلاج الطبيعي. طب العلاج الطبيعي هدفه ايه في الموضوع ده؟ وده اللي ايه، ده اللي احنا هنتعلمه ازاي نعمله في البيت. طب اي وتر في الدنيا هيحصل فيه مشاكل هتلاقي العضله بيحصل فيها شد عضلي وبتضعف مع الوقت. يبقى انا كده مطلوب مني ان انا اخف ايه؟ اخف الشد العضلي، وان انا اخف مين؟ وان انا اقوي العضلات بتاعتي. طب الفيديو اللي احنا عاملينه هيوضح لك، اول فيديو هتشوفه اللي هو بيخف الشد العضلي، والفيديو تاني هيبدا تقويه او هيعلمك ازاي تقوي عضلاتك. وده من التمرينات اللي هي مش التمرينات القويه، ده تمرين خفيف عشان يزود قوه العضله بشكل تدريجي، ومع الوقت هتبدا تزود الوزن وتزود الوقت. طب انا كده قدرت اعمل حاجات في البيت تخف لي الالم بتاعي. طيب بعد كده ما ينفعش العلاج الدوائي وما ينفعش العلاج الطبيعي، هلجا ليه؟ هلجا ليه؟ الحق. طب حقنت وخدت ده كله والنتيجه ما اتحسنتش، وخاصه لو انت لسه بتشتغل بايدك ومش قادر تريح ايديك. طبعا هو العلاج ان الموضوع ده محتاج راحه شويه. طب انا مش قادر اريح ايديا والتزمت بكل النصايح دي ومفيش فايده، ساعتها لازم نعمل اشعه تقدميه شويه، يا اما تعمل اشعه تلفزيونيه يا اما تعمل انيم مغناطيسي، لان في بعض الاحيان بنعالج الناس والنتيجه في النهايه ايه؟ ما بيخفش. ونيجي نعمل اشعه نلاقي ان هو عنده قطع جزئي في الوتر، والنتيجه ان هو مش قادر يمارس شغله، ولا لو كان مثلا بيلعب جيم مش قادر يمارس الحاجه اللي بيحبها. تمام، في الحاله دي ممكن يضطر يعمل ايه؟ ممكن يضطر يعمل عمليه. وان شاء الله بالنصايح واتباع النصايح والالتزامات احنا لا هنعمل عمليات ولا حاجه. ودمتم في صحه وعافيه، وانتظرونا في فيديوهاتنا القادمه.